السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا مرة أخرى في القناة. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادي يكون الفيديو ديالنا عبارة عن كيك إسفنجي بحجم عائلي وبجوج بيضات فقط. مقادير بسيطة وسهلة وغتعطينا واحد الكيك بكمية كبيرة. كما كتشوفوا معايا الكيك ديالنا غادي يجي خفيف، كيجي هشيش وكذلك كيعطينا كميه كبيره. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش من اللايكات والبارطاج مع العائله والاصدقاء، وندوزو مباشره باش نعطيكم المقادير وطريقه التحضير. غادي ندوزو مباشره، غادي ناخذ الكاس ديال العصير اولا الخلاط الكهربائي. غادي ندير فيه جوج بيضات بحجم متوسط. الا كان عندكم البيض صغير فديروا 3 ديال البيضات. غادي نضيف عليهم قرصه ديال الملح، وغادي نضيف كذلك كأس كبير ديال السكر، حبيبات اولا السكر سنيده ما يعادل كاس وربع بحجم ديال العنبه. غادي نطحن مزيان في الخلاط الكهربائي، ثم غادي ندوز غادي نضيف وانا كنخلط. غادي نضيف نفس القياس اللي درت ديال السكر، غنضيف نفس القياس ديال الزيت وانا كنخلط حتى غادي يتجانس ليا مزيان السكر مع الزيت والبيض. في المره الاولى نطحنو مزيان باش السكر يذوب لينا ما يبقاش. من الاحسن ان باش كتعطينا واحد الكيك زوين. غادي نضيف هنايا 2 معالق ديال الكاكاو المر. كيبقى على حسب الدرجه ديال اللون، ممكن نضيفو غير ملعقه اولا 2 ديال الملاعق كما درت انا. وغادي نضيف انا كاس ديال القهوه اللي يكون سخون، يعني غليان من فوق البوطه مباشره للعصاره. ممكن نستعملوا هنا فقط الماء الساخن، يعني الماء مغلي نغليوه ونضيفوه مباشره، ونضيفوا معاه واحد المعلقه ديال نيسكافي. الا بغينا ما نديروش القهوه المقطره او لا قهوه مطبوخه. غادي نطحنوه مزيان في الخلاط الكهربائي وغادي نفرغوه في واحد الاناء باش نضيف النواشف. غادي نضيف هنايا 300 غرام ديال الدقيق. بالنسبه للقهوه راه درت نفس القياس اللي درت، يعني نفس الكاس اللي عبرت به الزيت هو نفسه اللي عبرت به السكر، هو نفسه اللي عبرت به القهوه، ما يعادل كاس وربع ديال يعني اللي كيعادل ديال العنبه. ضفت هنا كما قلت لكم 300 غرام ديال الدقيق، ضفتها بالتدريج. ضفت عليها 2 ديال الخمارات، وضفت معها كذلك واحد 2 معالق ديال الخل. غادي نخلط بالخلاط اليدوي كما كتشوفوا معايا حتى غادي يتجانس عندي الخليط. ما نحسوش بها بانها خفيفه باش ما تطلعش وتعاود تهبط لينا في الفران، وفي نفس الوقت ما يكونش الخليط ثقيل باش ما تجيناش الكيكه ديالنا ثقيله بزاف. غادي نخلطوها. المهم اننا فاش نخلطوها نحسوا بانها الخليط ماشي ثقيل وماشي خفيف، فاش نشكلوا به مثلا داك الحرف ديال 8 اللي كنديروه في الفوق يتجانس ولكن ماشي بواحد السرعه، وفي نفس الوقت ماشي يبقى من الفوق. غادي نسويوه في واحد اللاطه، غادي نديروه في واحد اللاطه ديال الفران اللي نكونوا دهناها من قبل، دهناها بالزبده ورشيناها بالدقيق. القياس هنا ديال هذا المول عندي هو 28 سنتيمتر على 32 تقريبا، يعني مستطيل ولكن ماشي بزاف. هذا القياس هذا ممكن تستعملوه تقل منه، تستعملوا مثلا 30 على 25 غادي يجيكم الحجم افضل، اولا مثلا حتى هكذا 28 على 30 اولا حتى 24 على 30 اولا 28. كل ما كان المول شويه صغير كل ما كان العلو ديال الكيك غادي يكون اكثر. غادي من بعد ما غادي ننزلوها في المول غادي ندخلوها الفران اللي يكون مسخن مسبقا. كنسطر عليها يكون مسخن من قبل، عاد ندخلوا ليه الكيك. انا راني شعلت الفران على درجه متوسطه قبل ما ندخل الكيك، قبل ما نبدا انني نخلط الكيك. كما شفتوا معايا كنقادو الكيك ديالنا بسباتولا باش كيتقاد لينا في الوجه ديالو، وكندخلوه للفران. المده ديال الطياب فراه كتكون ما بين 20 حتى ل 25 دقيقه على الاكثر. النار اللي تكون متوسطه عاديه. الكيك ديالنا راه ما كيتعطلش في الفران، ماشي بحال الكيك عادي، لانه كيكون هنايا الطبقه رقيقه نوعا ما كيكونش غليظ بزاف، وكيكون الفران اصلا ديجا سخون من قبل. فغادي ندخلو للفران حتى غادي يوجد لي واحد 20 على حتى ل 25 دقيقه. غادي نتكو بالكوردون القهطاب وغادي نخرجو. الا ما بغيناش نديروها
بالكاكاو بغينا نديروها بيضه غادي ندير بيضه في اللون، غادي نديرو 2 ديال المعالق ديال النشا عوض 2 معالق ديال الكاكاو، ونعوضوا القهوه اما بالحليب اولا بالماء. الماء يكون غليان ولا كان الحليب يكون الحليب غليان. من بعد ما خرجته مباشره من الفران كما كتشوفوا معايا راه الكيك طاب. خديت هنايا واحد الكميه ديال الشوكولاط الاسود، خديت انا تقريبا هنايا 10 ديال الحبات اللي خديت في الاول، درتهم في حمام مريم حتى دابوا، وضفت عليهم واحد 3 ديال المعالق ديال الحليب. هنا فاش ضفت انا الحليب ضفت 3 ديال المعالق دفعه واحده، فحسيت ان الخليط شويه خفيف. ضفت 2 ديال الشوكولاتات اخرين باش تقالت ليا هكذا كما كتشوفوا. غادي نشد الكيك ديالي وهو مازال سخون، غادي نحاول انني نوزع عليه هاد الصلصه هذه ديال الشوكولاته اولا هاد يعني هاد الشوكولاته هذا اللي مع الحليب. كنحاول نوزعو باش في نفس الوقت ما حد الكيك سخون كيشرب لينا هذيك الشوكولاط، كنوزعو كتيشربو تتبقى غير واحد الطبقه رقيقه اللي من الفوق هي اللي كتبقى لينا ديال الشوكولاط. نوزعو مزيان وهو مازال سخون كما قلت لكم، وغادي نزينو بشويه ديال الكاوكاو مهرمش. انا هو اللي استعملت هنايا كاوكاو محمر في الفران ومهرمش. كتستعملوا اللي كان عندكم، ممكن تستعملوا اللوز ايفيلي اولا كاوكاو ايفيلي، اولا ممكن تستعملوا حتى كاوكاو كونكاسي اولا اللوز كونكاسي. ممكن تستعملوا الكوك، ممكن تستعملوا دوك لي فخوي هادوك عفوا ماشي لي فخوي، داك العقيق الفضي. المهم كتستعملوا في التزيين اللي بغيتو. غادي نخليها تبرد، غندخلها للثلاجه ونخليها حتى تبرد تماما، وغادي ندوزو باش غادي نقطعوها وتشوفوا معايا الشكل النهائي ديالها. بالنسبه للتقطيع فانا هنا قطعتها بحال الشكل ديال لي طرونش، يعني باش يجيو هكا القطع مستطيله نوعا ما كما شفتوا. قطعتها بهذا الشكل هذا على 3 وقلبت ورجعت قطعت من الجهه الاخرى باش تجيني بحال لي طرونش كما كتشوفوا معايا. هنا من بعد ما بردات تماما ها نتوما راه دغيا كتهز، كتجي تهزوها. انا تعمدت انني نهز لكم الطرف الاول باش تشوفوا معايا بانها ما كتلصق ما كتخسر ما حتى شي حاجه. بمجرد اننا كنجيو نهزوها كتهز معنا. كتشوفوا العلو اللي عطاتني هنايا راه كان العلو متوسط، ماشي عاليه وماشي رقيقه بزاف. فاذا بغيتوها تجيكم اعلى اكثر غادي ديروا المول ناقص شويه على هذا اللي استعملت انا، وما ديروش قل منه باش ما تجيكمش رقيقه بزاف. عندنا في هاد القياس هذا راه جايه متوسطه، ما جايش عاليه وفي نفس الوقت ما جايش رقيقه كما قلت لكم. الا كان القياس اقل غيكون مثلا واحد 24 ولا 25 على 30 او لا على 28، راه غادي يكون تعطيكم واحد الكيك اللي مرتفع شويه على هذا. بالنسبه للمذاق ما نقولش لكم، غادي تجربوها ان شاء الله وردوا عليا في التعاليق. وبالنسبه للشكل هانتوما كتشوفوه معايا. نتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم وتبارطاجيوه مع العائله والاصدقاء، وكذلك ما تنسونيش من اللايكات والتعاليق ديالكم الا جربتوها. قولوا لي كيفاش جاتكم هذه الكيكه هذه اللي كتجي سهله وفي نفس الوقت مقاديرها بسيطه ودغيا دغيا كتوجد. هذه ممكن نعتبروها من الكيكات اللي كيستعملوها في المقاهي اللي كتكون اقتصاديه وكتعطينا كميه كبيره. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.